باريس تفعلها. البحر لم يعد يعني للكثيرات من المحجبات في فرنسا أكثر من مشهد طبيعي للتأمل، أما الغوص في أعماقه فصار ممنوعا عليهن بقرار بلدي وبقوة الشرطة التي ارتكبت مشهد فظيع آلم المسلمين حين تم تجريد محجبة من ملابسها على شواطئ مدينة نيس. قرار بلدي رغم نضجه قضائيا، إلا أنه ينضم إلى مئات القرارات التي تحارب المسلمين في الغرب، تارة باسم الإرهاب ودورا باسم العلمانية، ضاربين بعرض الحائط الحرية الشخصية لهؤلاء المسلمين في بلدان تدعي أنها أصل الحريات. مرتديات البوركيني سيعضن على الجرح ويرضخن لقرار صدر عن بلد اضطررنا للعيش فيه في زمن اشتد فيه الهجوم على الإسلام والمسلمين، لكن احترامهن لهكذا قوانين بوجه همجية الشرطة ستثبت للعالم كله وللغرب خصوصا مدى ديمقراطية الإسلام ومدى رقيه، بعكس ما يتم الترويج له دين الهمجية ودين الترهيب. لموقع xخبر.com